ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة موجودين في متحف الفن الحديث. والمتحف مكانه بالتحديد في دار الأوبرا المصرية. سعر تذكرة الدخول هي 10 جنيه. المتحف مكون من 3 أدوار تقدر تستمتع بيه وتشوف كل اللوحات اللي فيه. وكمان في معروضات في الدور الأرضي تقدر برضو تشوفها وتستمتع بيها. المكان جميل جدا. قلنا موجود معانا دار الأوبرا المصرية تقدر تستمتع بيه، وهتلاقي هناك كمان متحف، وهتلاقي هناك قعدات على النجيلة، هتلاقي هناك تمثال لفريد الأطرش، وهتلاقي هناك حاجات كتيرة جدا. ده الدور الأرضي. هنطلع مع بعض الدور التاني وهنشوفه مع بعض، وهنطلع مع بعض الدور التالت. أتمنى الفيديو يعجبكم. اشتراك ولايك وكومنت لو الفيديو عجبكم. لو عايزين جولات تانية ياريت تكتبولي. الفيديو هنا متصور من قبل العيد، بس حبيت اشارك معاكم التجربة. لو اول مرة بتعرفوا ان احنا ممكن ندخل الاوبرا عادي ونقعد فيها، نقعد في الساحة اللي جوه. كمان بيعملوا عروض جميلة جدا، هحاول اصورها لكم وهجيب لكم كل جديد. شكرا لكم. هسيبكم تستمتعوا بجمال الفيديو مع بعض. بصوا يا جماعة، انا حبيت بس اوضح لكم نقطة. انا كنت للاسف كنت رايحة برج القاهرة، فطبعا برج القاهرة ليهم شروط كده معينة، ان ما ينفعش فرد واحد يدخل البرج. فطبعا ما كانش قدامي ان انا اتمشى في الاوبرا. ودخلت حديقة الحرية، وحديقة الزمالك وساقية الصاوي وحديقة الاسماك وحديقة العبور. طبعا دي كلها اماكن اتفسحت فيها وانبسطت او اتمشيت فيها. وبالصدفة كده لقيت متحف الفن الحديث قدامي، فقلت ادخل اصوره لكم. آه، طبعا دي فسحة بسيطة او تمشية بسيطة، بس انا في العموم كنت رايحة ادخل برج القاهرة. لاني من الحاجات اللي انا بحب اروحها او اتفسح فيها هو البرج ليه طبعا ذكريات معانا كلنا من ايام الطفولة. فطبعا انا كنت عايزة ادخله، فللاسف كنت لوحدي فما منفعش. او هما الامن قالوا لا، فرد واحد ما ينفعش يدخل من على البوابة. طبعا اللوحات او المعروضات اللي هنا موجودة، ونقدر نشوفها ونقدر نتصور جنبيها، ونقدر نتفرج على المتحف كله. ونقدر كمان ندخل قصر عائشة فهمي، بس قصر عائشة فهمي بيفتح ليه مواسم معينة او مواعيد معينة بيعرضوا عنها. طبعا القصر بيفتح لمدة شهر، نقدر طبعا ايه نروحه ونزوره طبعا من غير تذكرة الدخول، مجانا بالبطاقة الشخصية. ولما يفتح هعمل لكم جولة فيه، وبرده في فيديو صغير تقدروا تشوفوه على القناة للقصر.
زي ما قلت لكم بقى، طبعا دي القصر او المتحف مليان لوحات كتيرة جدا، وكل لوحة مكتوب جنبيها مين اللي عملها وتاريخها. وطبعا هنا الدور التاني زي ما احنا شايفين كبير جدا، وفي لوحات وحاجات جميلة نقدر نستمتع بيها. شكرا لكم، حبيت اوضح لكم بس ايه اللي خلاني ادخل المتحف الفني الحديث. اقول لكم كمان على حاجة، لو حابين تقعدوا هنا ممكن عادي تقعدوا على النجيلة ومعاكم مأكولات ومشروبات عادي، مسموح عادي من دخول البوابة. البوابة موجودة في ميدان الأوبرا أمام حديقة الجزيرة على طول في كوبري قصر النيل. وطبعا ما تنسوش تزوروا قصر سميحة كامل، من الحاجات الجميلة اللي موجودة معانا في خروجات الزمالك. حبيت بس أوضح لكم الأماكن اللي انتم ممكن تزوروها أو تستكشفوها في الزمالك. أماكن جميلة جدا، وأماكن رخيصة، وأماكن على قد الإيد، وأماكن فعلا تستحق الزيارة. وما تنسوش هعمل لكم فيديو جامد قوي عن الحدائق أو المتنزهات اللي أسعارها من 10 جنيه لحد 20 جنيه. طبعا هعمله لكم فيديو جامد جدا، ياريت تتفرجوا عليه. طبعا المكان قلت لكم ان فيه قاعة افراح زي ما احنا شفناها، قاعة مكشوفة، وفي كافيتيريا ممكن برضو نقعد فيها. انا ما صورتهاش للاسف، بس كافيتيريا جميلة. ده تمثال فريد الأطرش اللي قلت لكم عليه. انا ما خدتش بالي غير لما قربت منه كده. طبعا الاوبرا او الحديقة اللي احنا موجودين فيها بتبص على طول على برج القاهرة، يعني برج القاهرة وانت قاعد هنا هتكون شايفه من جنبك على طول. طبعا ده تمثال إيناس عبد الدايم، مكتوب عليه الموسيقار فريد الببلي. وده فريد الأطرش اهو. وهنلاقي بعض التماثيل معانا برضو، لو حابين نتصور عندها صور تذكارية او صور للذكرى. هسيبكم بقى تستمتعوا بالمكان اهو. المكان كله دي دار الأوبرا المصرية، وده متحف الفن الحديث، ودي الكافيتيريا، ودي البوابة. وانت قاعد كده ده برج القاهرة اهو زي ما قلت لكم. طبعا اشجار والنخل، والاسعار هناك كويسة، اسعار معقولة على فكرة، مش غالية. شكرا لكم.